سلام سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. لقاكم الفيديو تاعي بخير. اليوم جيتكم بالطعام ولا بالكسكس بالمرقه بيضاء باللحم البقري كما راكم تشوفوا. تجي فيه البنه كما تاع العرس. نبداو بتحضير الوصفه. نجيب كميه من الطعام كما راكم تشوفوا، ونديرو في غيسيبيون ونقيس فوقو الماء بارد، نغسلو مليح هذاك الطعام، ومن بعد نعاود نقيس منه هذاك الماء، نقطرو من ذاك الماء، نديرو في كسكاس ونديرو يقطر منه كاع ذاك الماء. نصفيه كاع من هذاك الماء، ونجيب الكسكاس ونفرغ فوقه هذاك الطعام ونخليه يقطر كاع حتى ينشف لنا كاع هذاك الطعام. واحد 5 دقائق ولا ينشف ذاك الطعام. بعد ما ينشف نجيب قصعة ونفرغه فيها، ندير فوقه شوية تاع الزيت، ونبدا نحل في هذاك الطعام. هذوك الكرات تاع الطعام نحلهم مليح، نحل كاع هذوك الكرات تاع الطعام. ونخليه ينشف شويه. بعد ما ينشف نبدا نفرغ فيه في ذاك الكسكاس، نكون دايره الماء يغلي في القدره، نفرغ كاع ذاك الطعام في ذاك الكسكاس ونديرو الفور التفويره الاولى. ها وين درتو يفور. نروح لتحضير المرقه تاع الطعام. نجيب حبه بصل كبيره قطعتها كما راكم تشوفوا، ندير لها كميه من الزيت، قيس 3 مغارف تاع الزيت ومغرف تاع السمن، ونزيد نرمي فوقها هذاك اللحم ونخليه يتقلى مليح. لازم اللحم هذاك يتقلى مليح باه المرقه تاعنا تجي بنينه. بعد ما تقلى هذاك اللحم ندير له نص مغرف تاع ملح، رشه تاع حرور، وعيدان تاع قرفه باش تجيك المرقه بيضاء تاع الطعام. ندير غير قرفه وحرور، ندير لهم شويه تاع ماء، قيس كاس تاع ماء، ونخليها الزيت تتقلى مليح. ومن بعد نرمي الخضره اللي درتها. درت بسباس يعطي بنه في السقيه، تجي السقيه تاعنا بنينه، وزروديه كورجات وبطاطا وحبه تاع طوماطيش خليتها كامله بالمرقه تجي بيضاء. وغصن تاع كرافس، ونبدا نمرق بالماء السخون ونبلع عليها ونخليه يطيب حتى يطيب لنا هذاك اللحم تاعنا وطيب الخضره. هنا بعد ما فار الطعام التفويره الاولى نديرلو قيس نص مغرف تاع الملح وشويه تاع الزيت، ونجيبو في فوق باسينه ونبدا نقيس عليه في الماء، نشمخو 3 خطرات. هذه الاولى. نزيد الزوجه ونزيد الثالثه. هذا الطعام تاع الباطا المشري نشمخوه بالماء بارد، وكي يكون طعام المفتول تاع الدار نشمخوه بالماء سخون. بعد ما كطر هذاك الطعام ونشف لنا في الكسكاس، نزل منه كاع هذاك الماء، نجيبو في القصعه ونحلو كما راكم تشوفوا. نحل كاع هذوك الكرات تاع الطعام.
هاوينا بعد ما حليته نلمو ونغطيه ونخليه يرتاح واحد ربع ساعة، ولا مهما خليتوه طول وارتاح يجي الطعام يجي مليح. بعد ما ارتاح هذاك الطعام ونشف من الماء نجي نحلو كما راكم تشوفوا، ونديرو الفرن للمرة الثانية. بعد ما فرغته في الكسكاس ودرت له قرن طحار كما راكم تشوفوا بيجي يعطي ريحه للطعام تاعنا، تعطي فيه ريحه الحار. بعد ما فرغته في القصعه كما راكم تشوفوا ودهنته ودرت له الزبده ودرت له الدهان تاع البقره، الدهان الحار. الدهان الحار يعطي قشباب للطعام. وهاي من المرقه بعد ما وجدت، ودرت كميه من الزبيب شمختها بالماء ودرتها تفور. هاني ندهن في الطعام الزبيب. بعد ما فار زدت له شويه، صفيت شويه تاع الحمص اللي درتها في المرقه وزدت له شويه تاع طعام وخلطتهم على جهه كما راكم تشوفوا، ونعمر الطبسي تاعي كما راكم تشوفوا. وهاوينا الطعام تاعنا راه واجد في صحن التقديم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الطعام هاي السقيه قدامكم تجي بزاف بنينه. تبعوا هذه الوصفه ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. والى وصفه اخرى ما تنسوش جام وخلوا لي تعليقاتكم، والى اللقاء.